مفاجآت بالجملة زملكاوية واللي جاي أحلى، وإن شاء الله نفوز بكرة ونفرح. ماتش مصر بكرة مهم جدا مهم جدا إن جماهير الزمالك كلها تكون موجودة، وهقول لكم التفاصيل بالظبط والأتوبيسات اللي هتكون موجودة وهتنقلنا لاستاد الإسكندرية. لكن إن شاء الله اللي جاي أحلى زي ما قلت لك، مش بس عشان التطبيق بتاع نادي الزمالك الجديد، مش بس عشان الشركات الراعية اللي عمالة تنضم لنادي الزمالك، لا، في حلول، في حاجات كتير هتحل، في مواقف كتير هتتغير، في عظمة هتحصل في نادي الزمالك. لكن زي ما قلت لك كده ان في حمله ضد الصفحه بتاعتي على الفيس، وبناء عليه عملت قناه على اليوتيوب. فبتمنى اللي بيشاهدني على الفيسبوك دلوقتي يدخل في التعليقات، هيلاقي صفحتي اسمها مصطفى جابر، يضغط على الرابط اللي موجود في التعليقات ويعمل اشتراك او سبسكرايب ويتفاعل على القناه على اليوتيوب. فالفتره دي هنكون موجودين على اليوتيوب، واللي سامعني دلوقتي على اليوتيوب فمرحب بيك يا غالي، وان شاء الله هنكمل على اليوتيوب الفترة دي، لان زي ما قلت لك فيه هجوم قوي على صفحة الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم كل المتابعين بقى على الفيس، على اليوتيوب، على التيك توك. الفيديو بينزل على كل المنصات. في البداية ما يحلى اي كلام الا بذكر الله، لا اله الا الله. صلى على حبيبك النبي عليه افضل الصلاة والسلام برضو عشان يحلى الكلام. ويلا بينا نروح على مباراة المصري وملامح التشكيل الاول، وبعد كده نبدأ بقى ايه او ننهي بالمفاجآت زي ما بيقولوا. عايز اقول لك ان المهدي سليمان هو اللي هيكون موجود في حراسة المرمى، اتوقع بانتاجه محمد ابراهيم، محمد اسماعيل، وحسام عبد المجيد، احمد ربيع، واحمد فتوح، وعبد الله السعيد، عودة الدباغ، وناصر منسي، واخوان بزير. انا عارف ان احنا عندنا حوالي 6-7 غيابات، وعارف ان هو ماتش صعب، وان المصري مش سهل، وان انت في اخر المنافسه كنا نتمنى ان احنا نكون كسبانين انبي. لكن معلش هنساند وهندعم، ده اللي احنا اتعودناه. وكالعاده خليني اقول لك الاول، انا بعتذر جدا من الفتره اللي فاتت. انا عارف ان انا كنت بدور على السلبيات، وكنت بدور على الريتش بتاع النادي الاهلي وسلبيات نادي الزمالك وما اعرفش ايه، كنت ماشي في طريق غلط، وعارف ان اخواتي الزملكاويه حاولوا ان هم يصحوني كتير لحد ما فقت زي ما بقول لك كده، ورجعت تاني احلى واقوى. سيبك من دعم الاهلاويه، سيبك من اللي بيطبل الاهلاويه، وكالعاده انا ما بتكلمش على حد وماليش دعوه بحد ومش بخص بالذكر اي حد، لكن صدقوني الزملكاوي الاصيل اللي بيفضل مستمر، وان احنا نرجع افضل من ان احنا مكملين في الطريق التاني. 7 غيابات عندك: احمد حمدي، سيف فاروق جعفر، محمود جهاد، محمد صبحي، طبعا وجهة نظر فنية، وشيكو بنزا، واحمد حسام، ومحمد شحاتة بسبب الايقاف للطرد في مباراة الاتحاد السكندري. عايز اقول لك ان هيكون في 15 اتوبيس من اجل دعم الجمهور في التوجه الى ملعب استاد برج العرب في الاسكندرية. فان شاء الله هيكونوا موجودين الساعة 3 العصر بمشيئة الله تعالى في نادي الزمالك او امام نادي الزمالك، من اجل ضمان سهوله التحرك ووصول الجماهير في الوقت المناسب قبل انطلاق اللقاء، وذلك تعزيز الدعم الجماهيري للفريق في اول مراحل الحسم للقب المحلي. فان شاء الله رب العالمين كل اللي يقدر يروح وادعم وحاول على قد ما تقدر، ما تكسلش. الماتشات دي بالنسبه لنا مهمه زيها زي الكونفدراليه بالظبط. وهنا عايز اقول لك ان كابتن ممدوح عباس فجر مفاجأة حلوة بالنسبة لي، وهي ان هو مش هيسيب لعيبة الزمالك. بمعنى قال لهم اي ماتش هتكسبوه خلال ال6 مباريات في الدوري، كل ماتش هتكسبوه ليكوا فلوس. قال ان هو هيصرف المستحقات المتأخرة، وده المهم عشان خاطر اللعيبة تكون مستقرة، لان انت بتلعب على بطولتين مهمين جدا. بطولة الكونفدرالية عشان فيها مفاجآت مالية كبيرة جدا وصلت ل4 مليون دولار للبطل، وانت ما عادش قدامك غير بلوزيداد، وبعد كده نشوف هنلاعب مين من الفرق المغربية. وبلوزيداد عندها تخبط ومشاكل، جاي لك دلوقتي بس واحدة واحدة. صلى على النبي واخبط اللايك المتين، وصل الفيديو ده كده ل 10000 لايك، واللي وصل معايا لحد الدقيقة 4 كده واكتب لي في الكومنتات كده، فرحني ان انت ايه بتشاهد الفيديو للاخر وبتتفرج فيها، قول لي انا مكمل للاخر. فقال لهم ان هو هيصرف المستحقات المتاخره في موعدها، وقال هيبقى في مكافآت خاصه في حاله الفوز بكل مباراه. هتفوز المباراه خد، هتفوز المباراه خد. حلو قوي. فاللعيبه اللي بتلعب لتيشيرت نادي الزمالك على راسنا، واللعيبه اللي بتلعب عشان الفلوس اهو اجتهد عشان خاطر برضه هتاخد فلوس كتير. فيا مسهل ان شاء الله، والكل هيحاول يدعم على قد ما نقدر. خلاص احنا عارفين ان التطبيق الجديد للزمالك قرب،
وان شاء الله يدخل برضو دخل مالي كبير لينا، بجانب بقى ان هو اكيد هيكون ليه مميزات كتير جدا، مميزات كتير جدا لاعضاء النادي وللي عايز يدخل مثلا يشترك في تذكرتي. هتلاقي كل حاجه ان شاء الله من خلال التطبيق ده بمشيئه الله تعالى. عايز اقول لك ان اداره شباب بلوزداد بتحاول انها تنهي التعاقد مع المدير الفني الالماني سياد راموفيتش، عامل مشاكل بقاله فتره وما اعرفش ايه، فبيحاولوا يمشوه رغم ان هو لسه مستمر لحد 2028 المفروض. ففي لعبكه واحتمال مش هو اللي هيدير المباراه، انت فاهمني. هيبقى عندهم حد اسمه سليم سبع ومصطفى كرد هم اللي هيكونوا موجودين مؤقتا في المباراه اللي جايه، فنستغل التخبط اللي عندهم ده ونضرب يا معلم، ويمكن ان شاء الله نقدر نعمل حاجه برضو للكونفدراليه. انا بالنسبه لي برضو الدوري مهم، انا عارف ان الكونفدراليه مهمه بالنسبه لنا عشان خاطر احنا عايزين ناخد الاول، عشان 4 مليون دولار هيحلوا ازمات كتير جدا، بس في نفس الوقت انا نفسي اتوج بالدوري عشان خاطر عايز اروح دوري ابطال افريقيا، ولا قدر الله لو ما توجتش اكون التاني. عشان كده انا كنت حزين زي ما قلت لك على الثلاث نقاط بتوع انبي. طاقم التحكيم محمد معروف حكم ساحه، احمد حسام طه حكم مساعد اول، حامد الشحات حكم مساعد تاني، مصطفى مدحت الحكم الرابع. تقنيه الفيديو هيكون عليها احمد جابر ويعاونه حكم فار مساعد هاني خير. طيب في ايه تاني يا درش؟ قال لك ان فيور انضم الى رعايه نادي الزمالك مشروب الطاقه، فكل الدعم يعني نجربه مفيش مشكله، نشتري مفيش مشكله، واخد بالك انت، ادعم يا باشا. كله ان شاء الله لمصلحتنا بمشيئه الله تعالى، والدنيا تكون كويسه والدنيا تكون جميله بمشيئه الله تعالى. عايز بقى انهي بالكونفدراليه زي ما قلت لك، تنساش ان المكافاه كانت من 1,250,000 دولار وصلت الى 4 مليون دولار، يعني زياده عدت ال 220%. معنى تاني يعني انت هتاخد اكتر من 200 مليون مقفولين. يا عم تعالى لما نحسبها على سعر الدولار الحالي اللي هو ب 54 و33 قرش، تعالى 4 مليون دولار 217 مليون، يعني مش هنقول 200 بس، ده في 17 كمان. وبالتالي لا، رقم يستاهل بقى ان انت بص، مش مستنيين حاجه من حد غير ان اللعيبه تكون رجاله، غير ان الجماهير كلها تكون موجوده. مهم جدا ماتش شباب بلوزداد، عشان بعد كده الماتش اللي جاي ان شاء الله متوقع اولمبيك اسفي اللي عامل مفاجاه او اتحاد الجزائر، فوارد برضه يكون جزائري، وارد تطلع من جزائر على جزائر. فكل الدعم لينا، كل الدعم للزمالك مباراته اللي جايه نهاريه، فلازم ان احنا نركز يا رجاله، نركز عشان اللي جاي ان شاء الله يكون احلى، نركز عشان جماهير الزمالك عايزه تفرح، جماهير الزمالك عايزه تحس كده ان اللي جاي كله بقى يبقى احلى وبتاعنا احنا، انت واخد بالك؟ ان شاء الله يا عم. السلام عليكم.